السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن مثال القالب والقالب. خلينا اول حاجه نراجع، احنا المره اللي فاتت عملنا قالب من ميتا وعملنا قالب من المنصه، بس ما اتكلمناش لو انا عملت قالب من المنصه. حلو. انا دلوقتي بروح، خلينا نبص اهوت. حلو. ادي قالب المنصه. لو فاكرين اخر واحد اللي هو تيست فور ده، حلو، كان لسه بيندنج. طب انا عاوز اعرف هو اتقبل ولا لا. حلو. فممكن اعمل حاجه اسمها تشيك ستيتس. تمام، خلاص قال لي اللي هي ابروفد، خلاص كده اتعملت. لو انا رجعت تاني، كان في واحد برضو تاني اللي هو تيست 3 ده بيندنج. حلو. في طريقه تانية اللي انا اروح للاكونت جيني، حلو، واعمل حاجه اسمها سينك تمبلت. سينك تمبلت زي ما اتفقنا انها بتروح تشوف كل التمبلتس اللي موجوده عند ميتا وحالتها وتعمل مزامنه معاها. حلو. بعمل سينك تمبلت اهوت او مزامنه. تمام. حلو. هرجع للتمبلتس فوق اهيت بتاعت ابروفد. حلو. النهارده كده خلاص خلصنا ازاي اعمل المزامنه يا اما تشيك ستيتس بعدي على واحده واحده، او اروح للاكونت، اروح للاكونت اللي انا عملت منه الحاجه واعمل سينك تمبلتس فهي تعمل مزامنه مع ميتا. خلينا بقى نشوف موضوع ارسال القوالب. احنا عندنا 4 طرق لارسال القوالب. اول نوع اللي انا هعمل رساله فرديه، يعني عاوز ابعت لواحد بس. رساله فرديه، العميل ده بيبقى ممكن موجود بالفعل عندي على السيستم وممكن يبقى لا مش موجود. يعني خلينا نشوف الحاله ديت والحاله ديت. وعندنا الارسال الجماعي، عاوز ابعت ل1000 واحد او 100 واحد، ونفس الحاله ممكن يبقى ال1000 دول موجودين على السيستم او غير موجودين. وهنتكلم ازاي نعمل حمله اعلانيه على الواتساب. واخيرا هنتكلم عن ارسال قوالب مربوطه بنموذج غير بارتنر، دي هنشوف. وبعد كده هنتكلم على الايرورز اللي ممكن تظهر ومعناها ايه. اول حاجه هرسل لرساله فرديه. انا العميل ده عندي اهوت، ده ماشي. العميل ده انا عاوز ابعت له قالب، فقدامي حل من 2. حلو. تمام. اول حاجه ممكن اروح هنا على الاسم فوق كده، فهلاقي كل المعلومات عن العميل ده. تمام، اسمه، رقم تليفونه، في حته مهمه جدا الواتساب بتاعه ده مربوط باني واتساب عندي. انا ممكن يبقى عندي 3 4 اكونت او اكونتين او اكونت واحد، فبلاقي اللي هو مربوط بالاكونت ده. حلو. فهعمل سين تمبلت مثلا واعمل حفظ. حلو. وهنا بيقول لك ايه، هو اتحط دلوقتي في الصف وهيتبعت خلال اقل من دقيقه. فهيبعت النموذج التمبلت ده للعميل ده. حلو. انا قفلت دلوقتي اهوت، ادي الكول. حلو. اتبعت دلوقتي للعميل دوت وكل حاجه تمام. طب ده العميل موجود عندي بالفعل، يعني هو موجود عندي في الشات. لو العميل مش موجود عندي في الشات ايه اللي يحصل؟ هعمل كرييت، احط الاسم. يعني المره اللي فاتت كان عميل موجود بالفعل عندي على السيستم، ده عميل جديد. حلو. احط اي حاجه، احط اي رقم، مش هبعت له يعني، بس اهم حاجه بس الواتساب اللي انا اربطه. اقول له ده انا عندي كذا واتساب على السيستم، فانا هقول له عاوز اربطه بجني بس. اعمل سيف. نفس الفكره هبعت تمبلت، نفس الفكره اختاره واروح الاقيه على الشات. بعد كده لو انا اختار هعمل سيف، مش عاوز ابعته بس، هلاقيه هنا ايه، اتبعت. حلو. خلينا نمسح ده عشان ده مش عميل اصلا. تمام. دي كده رساله فرديه، انا بروح لواحد واحد ابعت له. حلو. طب انا مش عاوز اعمل كده، انا عاوز الحاجه التانية، عاوز اعمل رساله جماعيه مره واحده. انا مش عاوز اعدي على واحد واحد، انا مش هقعد كل ده اعدي على واحد واحد. حلو. ففي حلين برضو، العملاء موجودين عندي على المنصه ولا مش موجودين. خلينا نمسك واحد. لو مش موجودين هرفع اكسل شيت. خلينا نشوف برضو واحده واحده. العملاء موجودين عندي من فعلا، انا ولنفرض طبعا زي ما انت شايف كده هنا كل ده سيرش. يعني مثلا عاوز النيم هنا احمد مثلا، هيجيب لي كل اللي هم احمد. خلينا احمد شاهين، جاب لي لكلهم احمد شاهين وجاب لي الرقم ده. سيب اهو ده احمد. حلو. انا عاوز بس شاهين، فجاب لي كل اللي اسمه احمد شاهين عندي في المنصه. تمام. خليني مثلا نفس الفكره الفون، لو انا بدور على حد برقم معين
حلو، ده احمد جمال اهوت. في حاجه تانية، ده رقم الموبايل، ده الجروبس لو في حد جروب عندي، ده اذا كان كاستمر ولا لا، او سبلاير، او مثلا انا عارف اللوكيشن بتاعه ايجيبت مثلا، او سعودي ارابيا او كده. ده السيتي لو انا حافظهم بالسيتي. ده التاجز دي مهمه جدا، مين مهتم مين غير مهتم. مثلا ولنفرض دول العملاء المهتمين عندي دول في التاجز مثلا. حلو. هختارهم ونفرض دول العملاء المهتمين اهمت، واضغط كده. حلو. وبعد كده كل اللي هعمله هعمل سين تمبلت. الفكره اللي انا بس اصفيهم، او ممكن اختار كلهم مره واحده، يعني خلينا اشيل حتى دول. انا الفكره بس اللي انا اختار العملاء اللي انا عاوز ابعت لهم مره واحده. نفرض هبعت كل دول مره واحده مثلا. حلو. واتك سين تمبلت، واختار التمبلت اللي انا عاوزه، واتك سيف. نفس الفكره، هيعدي يروح لكل دول. بس خليني بقى اوضح الحته ديت شويه. هو بيقول لك ايه هنا؟ احنا شغالين كرنج، يعني انا مثلا انا عندي من 1 ل50 من اصل 4326. لا انا مش عاوز كده، انا عاوز من 1 لغايه 250 مثلا. عاوز ابعت 250 رساله مره واحده، واكتب جو. حلو كده، دول 250 واحد. حلو. ممكن اعمل سند تمبلت وابعت لهم مره واحده. حلو. دول عملاء عندي في السيستم. او مثلا نفرض ان انا ابعت ل 4000 دول رساله، فالنهارده ابعت 250، بكره مثلا عاوز من 250 ل 500. تمام. وهكذا بقى اقعد ابعت واحده واحده كل يوم من 500 ل 750، او من 500 ل 1000. دول ناس يعني انا، ونفرض ان انا عاوز ابعت لكل الارقام اللي عندي. او ممكن اروح جاي ايه، زي ما احنا شايفين كده، ممكن اختار حاجات معينه، مثلا تاجز معينين او جروب معين او هكذا. حلو. دول عملاء عندي في السيستم. طب انا لا، انا مش عاوز عملاء عندي في السيستم. انا العملاء عندي الحاله التاني، العملاء موجودين في اكسل شيت او في سيستم بره، وعاوز اعمل لهم امبورت هنا. يعني عاوز اعمل لهم اللي انا احطهم عندي على السيستم هنا. طب ايه الحل؟ انا هاجي مثلا هنا، خلينا بس اوريها لك. انا محتاج اكسل شيت ومحتاج نموذج معين السيستم عارفه ارفع عليه. طب هعرف النموذج بتاعي ازاي؟ هروح بس هنا، اختار بس اي واحد من دول واعمل له ايه، اي حاجه، اعمل له اكسبورت. انا دلوقتي هرفع اكسل شيت جديد، يعني اهو قصدي هنزل اكسل شيت. طب انا اهم حاجه بالنسبه لي عشان تبقى انت عارف، عندي النيم والفون. حلو. والواتساب اكونت. دول اهم 3 بالنسبه لي ارفع عليهم. حلو. فاعمل لهم اكسبورت مثلا اهوت، فنزل لي الاكسل شيت ده. فهنا بقى هكتب النيم. طبعا انا مش معايا النيم، لو مش عارف اسم العميل ممكن احط الرقم عادي. المهم ده ما سيبوش فاضي. حلو. وهنا بحط الفون بتاعي. طبعا احط فيه مثلا لو في السعوديه 966، لو مصر 20 في الاول. وهنا اسم الواتساب اكونت الخاص اللي موجود على السيستم. بمعنى خش هنا على الاكونت اهوت، خش على الاكونت ده اسمه ايه؟ ده اسمه جني، او من بره حتى اهوت انا كاتبه هنا عندي اهو، جيني. ادي احط بقى الارقام بتاعتي واحط الدنيا تمام واحفظ كده. انا حفظت. خلينا ارفعه بقى. حلو. انا دلوقتي حفظت الرقم ده، عاوز اعمل له امبورت. خش اعمل امبورت هنا ب3 نقط، بحط كل الارقام واحط كل الاسماء، وكله بقى يبقى اسمه تحت جيني، تحت الرقم الواتساب اللي انا عاوز ارفع عليه. انا كده اخترته، هعمل كونتينيو. هنا بيقول لي ايه؟ انا هعمل النيم والفون والواتساب اكونت. بس بقى الحته دي مهمه جدا جدا. الامبورت ده بيعمل كرييت او بيخلق العميل في السيستم. طب انا العميل ده بالفعل موجود عندي اصلا. حلو. فانا راح اقول للسيستم ايه بقى؟ يا سيستم بص، انت لو لقيت الواتساب اكونت والفون موجودين على السيستم، طبعا ما ينفعش الواتساب اكونت يبقى عليه نفس العميل مرتين. وبرده دي حته مهمه، الاكسل شيت ده لازم اتاكد اللي ما فيش ارقام متكرره. يعني السيستم مش هيرضى، لازم الواتساب اكونت الارقام اللي عليه فريده. يعني ما ينفعش يبقى نفس الرقم متكرر في نفس الواتساب اكونت، السيستم مش هيرضى اصلا. حلو. فده نفس الفكره، انا مش هخلق واحد جديد بنفس الرقم. فانا بقول له ايه؟ لو لقيت الفون والواتساب اكونت موجودين في العميل ده، اعمل له ابديت، مش بتعمل له كرييت. حلو. بعد كده هعمل فاليديت اند ريفيو. هو حتى السيستم بيقول لك ايه؟ ده انا هعمل ابديت لواحد بس، عشان هو العميل بالفعل عندي.
هعمل ستارت امبورت. طب هعمل بقى ايه بعد كده؟ فيو امبورتد ريكوردز، هشوف العميل ده تاني. فانا وانس اللي انا رفعتهم راح جاي ايه، هيبقى طبعا في اكتر من عميل، هختارهم كلهم واعمل لهم سند تمبلت. حلو، اختار التمبلت بتاعي وابقى كده اخترت العميل، اخترت التمبلت وبعت له، وكده بقى ارسال جماعي. يعني طبعا هنا وقتها هيبقى في كذا حد. ده عن طريق الاكسل شيت. طب لا، انا دلوقتي عاوز اعمل حمله اعلانيه على الواتساب. الحمله الاعلانيه بتتطلب ايه؟ بتتطلب حاجتين، تمبلت وجروب. هاجي هنا على الشات، هتخش على الشات، خش كونفيجريشن، هلاقي حاجه اسمها جروبس. خلينا في التست ده. خلاص، خلينا نعمل واحد جديد اسمه مثلا تيست 2 مثلا. التيست 2 ده اسم الجروب وخلاص. خلينا نرجع بقى تاني للكونتاكت هنا، نختار ده كده، اتك ال3 نقط، اتك اكسبورت. حلو. برضو لو انا بعمل اكسبورت كتير انا ممكن احفظهم. يعني مثلا ادي النيم، الاكسبورت ده برضو عشان لو انا عاوز اعمل باك اب اصلا للسيستم. يعني ادي النيم، احط الفون مثلا اهوت، واحط الواتساب اكاونت، واحط ايه كمان، خليني بقى احط حاجه اسمها جروبس، وبالمره التاجز دي تبقى واضحه. واحفظ دول مثلا نيو تمبلت، اسميه فول مثلا، فول اكسبورت، واعمل له سيف. لو انا جيت دخلت تاني يعني هو خلاص اتحفظ، خليني اقفل كده. نفس العميل اهوت، اكسبورت، هخش. لو اعمل اكسبورت كتير في الاكسبورت هخش هيختار لي، بدل ما كل شويه اختارهم هم خلاص هيحفظهم لي ويختارهم على طول. حلو، ينزل اهوت. الجروب هنا فاضي والتاجز هي فاضي. ايه هي الجروب وايه هي التاجز؟ عندي حاجه اسمها جروب وعندي حاجه اسمها تاجز. التاجز ده تصنيف العميل. انا ممكن مثلا اصنف العملاء المهتمين، مثلا اللي جايين من حمله معينه، اصنف العملاء المهتمين بمنتج معين. فده بيبقى تصنيف بشكل عام على هاخد اللي هو مهتم. حلو، واخد نفس الاسم كده واحطه هنا. حلو، مهتم مثلا. وهشوف الجروب اللي احنا كنا عاملينه من شويه كان اسمه تيست 2 تقريبا اهوت، خد اسمه بس اهو. انا دلوقتي بعمل حمله، هعمل حمله على الفيس، هوريك التاجز دي بشرحها زياده بس عشان انت لو عاوز تعمل ابديت للعميل يعني. فالعميل دوت اهوت، اخش هنا على الكونتاكتس او كونتاكتس بالعربي اللي هي جهات الاتصال، اخش اعمل امبورت. حلو، كونتينيو. نفس الفكره، العميل ده اصلا بالفعل عندي. يعني ممكن الناس دي ممكن تبقى كتيره بقى، وفي منهم ارقام بالفعل موجودين في السيستم. فعشان السيستم اصلا اللي هو يعمل كرييت، لا انا اروح اقول له بقى ايه، هو ممكن يعمل ابديت بس انا لازم اقول له يعمل ابديت ازاي. فاروح اقول له الفون والواتساب اكونت لما تلاقيهم خلاص دول ما تعملهمش ابديت، دول كده ايه، دول ازاي هعرف العميل اللي موجود عندي. الباقي بقى يعمل له ابديت. فكده هيعمل ابديت للجروبس والتاجز والنيم. وبعد كده هطلع فوق الاقي في فاليديت اند بريفيو. هو حتى بيقول لي هعمل ابديت لواحد، اقول له اه. حلو، هو خلاص عمل فيو امبيرتد ريكوردز. بص بقى عندي عمل الجروب اهو، ده جروب بقى تيست 2 والتاجز بقى مهتم. انا رفعت التاجز دي ليه؟ عشان في المستقبل لو انت حبيت اصلا التاجز دي تصنيف العميل، مثلا مهتم بحجز معين، مش عارف ايه، مهتم بفولو اب، مهتم باي شيء. حلو، فاختار كده وابعت. دي خلاص احنا اتكلمنا فيها. عاوزين بقى نكمل موضوع الكامبين. باجي هنا على الشات واتساب اكونت، كامبينز. حلو، انا عاوز اعمل كامبين. الكامبين زي ما اتفقنا احط لها اي اسم، ونفرض تيست مثلا، تيستنج، اي حاجه. مثلا دي حمله اعلانيه بتاعت كذا. بختار بقى الجروب، دي بقى اهم حاجه. احنا كنا عاملين اسمه تيست 2، تيست 2. واختار التمبلت بتاعتنا اللي انا كنت لسه عاملها، كانت اسمها تيست برضو حاجه، تيست 4 او تيست 3 مثلا، اي حاجه. حلو، هنا بقى بجدولها. انا عاوزها مش عاوزها النهارده، انا لو عاوزها تتعمل دلوقتي هتك اكتيفيت وخلاص. طب انا عاوز اجدولها، مش عاوز ابعتها دلوقتي، انا عاوز ابعتها مثلا بكره مثلا الساعه 12 مثلا. بعد ما اجدولها لازم اعمل اكتيفيت برضو. هو لما عملت اكتيفيت هيجدولها.
في 3 حاجات تانيين بقى. في حاجه اسمها شات بوت فلو. ايه هو الشات بوت فلو؟ انا ممكن اخلي دي، هنشرحها برضو باذن الله بشكل اقوى يعني، بس على السريع يعني. ابني شجره من التمبلت. يعني التمبلت دي مش ممكن يبقى فيها زراير، دي ليها فيديو خاص ليها يعني. فكل زرار ما يضغط عليه يودي على حاجه معينه، وممكن لما دي تطلع على حاجه معينه وهكذا. فممكن اعمل شجره بحيث اسهل على نفسي. حلو. فدي ممكن اختارها في الشات بوت فلو. في حاجه اسمها اي ورك فلو، دي ليها فيديو برضو مختلف. احنا السيستم بتاعنا فيه اي اي، فممكن اخلي الاي اي اللي اتعامل مع الناس دي يبقى اي اي مختلف. حلو. اخيرا حاجه اسمها اوتو ليد جنريشن، دي خاصه بالسي ار ام. لو انا مشغل سي ار ام معايا، فبعمل ليد تلقائي لكل واحد بحيث اتابعه اشوف هو اصلا وصل لغايه ايه. الجزئيتين دول لهم لسه شرح في اللي جاي، بس احنا كده خلاص. وانس اللي انا عملت اكتيفيت هيروح يبعت للجروب ده، او على حسب الجدوله يبعت لهم رسائل. حلو. دي الجزء الخاص ازاي نعمل حمله. تمام. في بقى هنا ايه الايرورز اللي ممكن تظهر. انا ممكن لما اجي ابعت حمله اعلانيه ما تتبعتش، او ممكن ابعت قوالب قصدي ما يتبعتش، يظهر لي ايرورز من الايرورز اللي جايه دي. خلينا نشوف شكل الايرورز. اول شكل الشكل ده هيقول لك ايه؟ message was not delivered to maintain healthy ecosystem engagement in order to maintain a healthy ecosystem management the message failed to be delivered. حلو. ده معناه حاجه من 3. اول حاجه العميل اللي بعت له اصلا هو قايل الواتساب ما يستقبلش اي واتساب ماركتنج، فمش هتتبعت له اصلا. حلو. او في خاصيه تانية اللي انا ما بستقبلش اي رساله من سترينجر، يعني هو انا قايل الواتساب كده. حلو. او الرقم ده عامل لي بلوك. في ايرور تاني ممكن يظهر لي اللي هو مسج undeliverable. حلو. دي معناها حاجه من 2، لا اما الرقم اصلا غلط، لا اما الرقم معلوش واتساب. حلو. الحاجه التانية doesn't not have WhatsApp. البيمنت ايشو. البيمنت ايشو ده معناه ان انا مش رابط اصلا وسيله دفع، فطبعا مش هيتبعت. او اللي فيه اصلا مشاكل على بيمنت وسيله الدفع ديت، يعني واتساب اللي كده جاي ياخد منك فلوس وما لقاش، هيوقف لك كل الارسال بعد كده. فدول اكتر 3 ايرورز ممكن تظهر لك. ده ان شاء الله ازاي تعمل حمله اعلانيه باكتر من طريقه.